أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج المصراوية. ده ميعادنا عشان نتكلم مع بعض عن كل الملفات المفتوحة في الدوري الممتاز، وكمان نتكلم طبعا عن النادي المصري وكل الأحداث اللي بتحصل. ويمكن طبعا الأسبوع اللي احنا فيه ده يمكن استقبلناه بشكل فارق في الكرة المصرية، بس مش في الكرة الخاصة بالنادي المصري. يمكن طبعا الجميع تجاوز الحاجز النفسي ما بين النادي المصري والنادي الأهلي. ويمكن طبعا بعد المباراة، يمكن بعد مباراة المصري والأهلي من 3 سنين حصل مشكلة كبيرة جدا في الكرة المصرية، ويمكن طبعا أثرت على الكرة المصرية بشكل كبير جدا، لكن أخيرا تجاوزنا الحاجز النفسي. لكن يمكن طبعا بعض المواقف البسيطة ويمكن على هامش المباراة يمكن أثرت شوية، لكن المسيرة تمت والماتش استكمل بشكل وأداء جيد جدا. ويمكن هنتكلم عنه، طبعا هنتكلم عن الماتش وهنتكلم عن مبادرة الصلح من كل الأطراف. كمان كان حاجة مميزة جدا إن احنا بعد الماتش دوت نقفز جميعا على احزاننا، بحيث ان احنا الكره المصريه تستمر بشكل جيد جدا. هيكون معايا مشرفنا النهارده في الاستوديو طبعا كابتن سيد الناغي، مدرب حراس مرمى الفريق الاول بالنادي المصري بورسعيدي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بسعادتك يا استاذ غالي. اهلا بسعادتك. ومنورني كابتن عمرو عماره، الصحفي والناقد الرياضي ببورسعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ عادل. اهلا بك. في البداية هتكون البداية مع كابتن سيد، ويمكن طبعا هي المفاجأة اللي شافها كل جماهير النادي المصري والكرة المصرية، الدفع بعواد لأول مرة، يمكن أول اشتراك ليه، ويمكن هو لسه من بداية الشهر ده وحضرتك أصريت إن هو يشترك. عايزين، ويمكن طبعا أداؤه جيد جدا والناس شافت أداؤه الحمد لله، لكن كانت مغامرة وكان حاجة صعبة جدا. عرفت من حضرتك يمكن إن كانت المغامرة مرمية على عاتقك أنت. هو بالطبع كان قرارني الاول والاخير، كان قرار يرجع لي لما الكابتن مكيدة سالني مين اللي هيبدا الماتش. هو فوجئ كمان ان انا بقول عواد، لان بصراحه الامور الطبيعيه ان مسعود اخر مباراتين الانبي والشرطه كان عاملهم كويس جدا، ففوجئ ان انا بقول له ان عواد هو اللي هيحرس. عواد بعيد بقى له اكتر يعني 7 شهور 8 شهور ما بيلعبش مباراه رسميه، ومهما يكون التمرين او مش هيكون زي لياقه المباريات. لكن طبعا انا لما سالني قال لي اسبابك ايه ان انت تدفع بعواد، فانا قلت له عندي 4 5 اسباب ان عواد يبدا الماتش. طبعا انا في شغل بدرس امكانيات فرقتي وامكانيات الفرقه اللي قدامي وشغل فرقه النادي الاهلي، فكان في امور فنيه يعني محد حتى يمكن بعيده عن مكيده، فقلت له 1 2 3 4 5 يعني ما فيش داعي ان انا اذكرهم، وقلت الماتش هو بتاع عواد. فقال لي خلاص، حتى هو ضحك معايا وقال لي طيب لو القرار بتاعك خلي شنطتك على كتفك. هو كان تملي يقول احنا شنطه المدرب ورا الباب، فقال لي خليها على كتفك. فقلت له ماشي خلاص، فهو ضحك وقال لي لا مفيش مشكله وخلاص. يعني اقتنع بوجهه نظرك. طبعا هو بصراحه ما كده من اول يوم جه واشتغل معايا يثق فيا جدا جدا، ويسيب لي كل يعني ما فيش يعني اقول لك من اول ما يبدا التمرين لحد ما ينتهي الحراس معايا، يقول لي دي مسؤوليتك، اعمل البرنامج اللي انت عاوزه، ما بتدخلش في شغلي. يعني ما شفتوش يعني قال ملحوظه يعني لدرجه ان يعني الكلام ده لسه بدري، ان هو اثنى كتير جدا. وهو كان معاه مدرب اسباني وحراس مرمى من ريال مدريد، ففوجئت ان فيما معناه ان الناغي يعني الصراحه فدي ثقه منه الحمد لله، والحمد لله ان هي عدت. يعني عواد كان من نجوم المباراه وعمل حاجات كويسه جدا في المباراه. انت عارف انت عملت مشكله لمجلس اداره النادي الاسماعيلي، يعني يمكن طبعا الجماهير بقت ناقمه جدا على المجلس عشان الحراس الاثنين من ابناء النادي الاسماعيلي. صدقني انا فعلا عواد حتى هو انا بعد المباراه قال لي كابتن انت اختصرت 20 سنه من عمري بالمباراه دي، لانه هو فعلا برضه ما فيش اي مدرب بصراحه، اي مدرب ياخد الخطوه دي صعبه جدا، قرار كان صعب جدا لدرجه ان انا قبل المباراه ب3 4 ايام يعني كنت انا اخد القرار خلاص.
لكن برضه كان في يعني حاجات بكيله كده. بصراحه الحلقه اللي فاتت انا سالتك في مكالمه هاتفيه انت عواد ولا مسعود، حضرتك ما ردتش، كنت لسه لا ما ردتش لان فعلا ما كنتش قعدت مع كابتن مكيده، لان هو لو اصر ان مسعود يلعب يبقى قراره خلاص. هو قرار الاول والاخير. لكن طبعا عشان الثقه اللي بيننا هو خد برايي والحمد لله فعلا عواد قدم مباراه اكتر من رائعه. يعني جو، يعني كفايه ان جو المباراه صعب جدا جدا، مش شحن ما بين لا والشده والضغوط والامن، يعني جو المباراه قوي قوي ده غير الجو يعني طبعا. لا كمان غير الاستاد ده حاجه تانية. احنا كنا بنطير لما رحنا اتمرنا، والله كنا يعني بنجري من الهواء، ما بنجريش من ان احنا بنجري، لا من الهواء. لا الجو في استاد الجونه صعب جدا جدا. فعشان يقدم مباراه انا بحييه بصراحه، محمد عواد قدم مباراه اكتر من رائعه. وهو حتى بعد ما نزل بعد المباراه قال لي كابتن انت اختصرت لي 20 سنه. وفعلا هو حتى النهارده في التمرين بيكلمني، فبقول له خلاص الكوره بقت في ملعبك، بايدك تنطلق بقى وبايدك توقفها. قام قال لي لا، يعني وعدني ان دي البدايه. وطبعا معنوياته كويسه، عمل مباراه كبيره ومباراه قدام النادي الاهلي، مباراه ليه بعد توقف كبير، ومباراه صعبه على يعني ضغوط جامده جدا. لكن الحمد لله طبعا، الحمد لله وجهه نظري طلعت كويسه، والراجل بعد المباراه اثنى عليا وحياني وحي عواد. ده في ما شاء الله كرة طلع جابها بايد واحده يعني كده، دي كرة خطيره جدا. يعني انا حتى انا سالته بعد المباراه، قلت له عواد انت عملتها، يعني انت ليه تصرفت التصرف دي؟ لان هي فيها مخاطره. قال لي كابتن هو كان في قرارين، انت قلت لي لو ضربته بالبوكس وما رجعتش كانت هتروح للباك ليفت اللي هو حسين السيد، ولو قعد لحسين السيد رجليه كويسه كان ممكن يلعبها هو، لانها كانت قريبه من خط ال 18. فقال لي كابتن انا على طول خدت القرار ان انا المها بايد واحده وبالشكل اللي هي حصل. طبعا فيها توفيق انا بقى، لكن هو يملك الامكانيات، وطبعا هو قراره بيبقى نهائي، لان هو لو خد قرارين خلاص هو متحمل المسؤوليه. لو خد طبعا لو اتردد هتبقى الامور صعبه. وفعلا لو ضربها، لو لعبها بالبوكس زي ما قال لي كانت هتنزل وكان ممكن تعمل جون علينا. طيب استاذ عمرو، يمكن طبعا هنتكلم على هامش المباراه، حصل حاجات كتير، لكن في البدايه انا عايز تعقيبك على الدفع بعواد في المباراه الهامه دي ورايك وتقييمك. والله انا بالنسبه لي كانت مفاجاه غريبه الشكل بصراحه. انا عرفت الشكل طبعا لما نزل التشكيل قدام مني انا فوجئت، فانا قلت بالبلدي كده ايه يا كابتن سيد اللي انت بتعمله ده؟ يعني المفروض احمد مسعود لعب اغلب مباريات الدوري السنه دي. لما عواد بقى له اكتر من 6-7 شهور يا كابتن ما خدش المباريات الحساسيه، المباريات اللي هي رسميه. لما تدي له مباراه قويه طبعا لما تدي له مباراه قويه زي ديت حاجه من الاثنين، مغامره محسوبه عليك يا ليك. والحمد لله جت لصالح الكابتن سيد وصالح النادي المصري، وبسم الله ما شاء الله. يعني هو ادى مباراه على ما اعتقد يعني من افضل المباريات اللي قدام محمد عواد في حياته كمان يعني. جميل. طب يمكن احنا طبعا المباراه دي كانت مرتقبه من فتره كبيره، ويمكن طبعا مجلس الاداره حاول كذا مره ان هو ياجلها، يعني ويمكن هو كان بيحاول ان هو ياجلها حتى لاجل غير مسمى هو واتحاد الكوره، لكن كان لا مناص ان هي كان لازم تتلعب يا كابتن عادل، وفعلا اتلعبت وكسرنا الحاجز النفسي. لكن كان في بعض المناوشات والمشادات ما بين اللاعبين كانت بتقدر صفو المباراه. كلمنا عن هامش المباراه. انا عايز بس اتكلم بس عن نقطه اثرت عملت ضجه في الاعلام وخصوصا جماهير نادي النصر، وخصوصا على التيشيرتات اللي نزل بيها النادي الاهلي. اللي حصل كالاتي، طبعا النادي الاهلي نزل يسخن بالتيشيرتات الحمراء، دخل بعد كده عشان خاطر يستعد المباراه نزلوا ومعاهم التيشيرتات السوداء في ايديهم. قبل ما ينزلوا مراقب المباراه اتكلم مع مدير الكره عمرو الدسوقي وقال له، على فكره مش كلام ده كلام عمرو الدسوقي معايا، وقال له ممنوع اللفتات، ممنوع اي حاجه تصير فتن، ممنوع تنزلوا باي حاجه، انزلوا بالتيشيرتات بتاعتكم لا تلعبوا بيها مباراه فقط لا غير. قال له خلاص. فطبعا عمرو الدسوقي فوجئ ان لعيبه الاهلي نازله بالتيشيرتات السوداء مكتوب عليها الشعار 74 شهيد والكلام ده، نحسبهم عند ربنا شهداء طبعا باذن الله يعني. باذن الله. فعمرو الدسوقي راح يتكلم مع مراقب المباراه قال له يا كابتن انت شايف الوضع، انت بتقول لي كذا كذا وانت شايف النادي الاهلي نازل بايه؟ فقال له والله انا ما عليا ان ممكن اعمل مذكره وهرفعها لرئيس لجنه المسابقات اللي هو الحاج عامر حسين، وهو يتولى زمام الامور ده اذا تولاها يعني.
اخدت بال حضرتك. فده طبعا دي قصه التيشيرتات اللي طبعا اللي نزل بيها لعيبه الاهلي، بخلاف طبعا مناوشات بسيطه حصلت في الطرقه، مناوشات بسيطه حصلت في المقصوره، بس مناوشات ما وصلتش بس كنا حتى شايفين الشد دوت في ارض الملعب نفسه، يعني حاسين في تنشنه، في مشاده ما بين اللاعبين. بص يا كابتن عادل، انا بحسد اللعيبه بامانه الله، بقول كتر الف خيرهم ان هم عدوا الحاجز النفسي ده، يعني كويس ما وقفوا 90 دقيقه على رجليهم. يعني عايز اقول لك كان ضغط نفسي اكتر ما هو ضغط فني عليهم. فكويس قوي ان المباراه عدت بالوضع ده وبالشكل دوت، والنتيجه ما كانتش وحشه، نتيجه كويسه جدا وايجابيه بالنسبه لنا وبالنسبه لهم، بس بالنسبه لنا اكتر، سواء اذا كان على المستوى كره القدم او على المستوى العام عموما يعني. طيب ارجع تاني للكابتن سيد الناغي، وهنتكلم عن اهداف المباراه او هدفين المباراه. الهدف في البدايه، الهدف طبعا عبد الحكيم نزوله من البدايه كان عامل فارق كبير جدا. هدف ازاي؟ يعني اولا الهدف دوت وازاي كنا نقدر نحافظ عليه؟ طبعا يعني محمود عبد الحكيم لعيب كبير جدا ولاعيب مهاري، وبصراحه انا شفت روحه في المباراه دي، نفسه يعمل حاجه، نفسه يكسب فعلا. يعني انا فوجئت بصراحه، حتى لما خرج بره كان قاعد معانا بره، اموره حالته صعبه جدا، نفسه يكسب فعلا، وحاسس ان احنا سهل ان احنا نكسب المباراه. طبعا محمود لاعب مهاري، لما جت له الكوره الحاجات دي ما تعدوهوش يعني، وهو موجهها وحاططها وقصد يحطها هنا، والحمد لله ربنا وفقه وجيت جون، يعني احرز هدف. طبعا تشوف فرحته بعد الهدف صراحه كانت حاجه تسعد، يعني حاجه تفرح. الحفاظ بقى على النتيجه، صدقني الضغوط اللي كانت على اللعيبه، انا مش عاوز اتكلم في حاجات، يعني احنا عدينا المرحله دي، يعني انا عاوز اعدي المرحله دي. فعلا كان في ضغوط كبيره جدا، وفي حاجات يعني انا مش عاوز افصح عنها، لان خلاص الامور بدل مشت، واحنا فعلا كان في سيطره على اللاعيبه بتاعه النادي المصري، سيطره كبيره جدا. طبعا مجلس الاداره كله كان موجود ووجههم، حتى حصل في المباراه كان في حد كان عاوز يعني يتنشن او بتاع، اتصلوا وقالوا لا لازم يهدى وبتاع، واحنا اصلا ما فيش حد تجاوز من لاعيبتنا بصراحه، وفي لاعيبه اتعرضت لضرب جامد جدا. هو يمكن المباراه يمكن في البدايه كانت التشكيل بشكل هجومي، لكن لما تحول الى شكل دفاعي بان الثغرات. يمكن حضرتك ادرى مننا بشكل الدفاع في النادي المصري ان احنا نعتمد على تشكيل دفاعي ده، هل دوت في صالح الفريق او في الوقت الحالي مباراه قادمه كمان؟ لا هو المباراه دي يعني احنا ما كانش في صالحنا، لان احنا عدينا الشوط الاولاني وكان الهواء ضدنا، والهواء قوي هناك جدا في استاد الجونه، وكنا ماسكين، كنا الاحسن في الشوط الاولاني، يعني في نص ساعه ولغايه الهدف في نص ساعه كنا كويسين جدا. الشوط الثاني بقى الهوا معانا، فما كانش يعني، لكن عاوز اقول لك هي المباراه كانت لازم هتطلع، مش ممكن هتطلع غير كده، صدقني. انا مش عاوز اتكلم ان ما يحصلش اي مشكله، انا مش عاوز يعني مش عاوز اتكلم في المباراه نفسها، مش هتطلع غير كده. لو قعدنا يومين نلعب مش هتطلع غير كده، لا اما يعني خلاص احنا تجاوزنا المرفأ، فمش ما ينفعش ان انا اتكلم، لكن مش هتطلع الا بالصوره دي يعني. والحمد لله انا بقول لك الحمد لله. هو لو كنا بنقول مثلا ان النتيجه سياسيه كانت هتطلع تعادل سلبي، لكن هو تعادل ايجابي، فمعنى كده ان هي لا احنا كنا احسن، وكنا ممكن نكسب وممكن نجيب 2 و3 و4. لا كان ممكن. وانت تشوف احنا في اول ربع ساعه لازم النادي الاهلي يطرد منه 2 لعيبه، حسام غالي وسعد السمير، لازم يعني الاحداث اللي حصلت ده لازم طرد يعني. يعني حسام غالي مرتين يتعرض لطرد والحكم يتجاوز عنها، فاذا في حاجه في الملعب، مع ان جماهير النادي الاهلي بتقول ان الحكام كان لهم اخطاء عليهم. مش ممكن يعني انا يعني في ماتشات لعبها معانا الحكم محمود البنا ممتاز، لكن ضغوط جامده جدا، لدرجه انت عاوز اقول لحضرتك حسين السيد راح قال له لو يعني اطردني، وقالها له مره واثنين وثلاثه، وطبعا ما خدش معاه اجراء، لانه برضه هو عنده تعليمات ان يكون هادي، لان فعلا لو طرد من اول الماتش يعني كانت الامور هتتعقد. فالحمد لله احنا بنحمد ربنا ان عدد احنا اصلا كنا في الملعب وحاسين بمدى الضغوط صراحه، عشان كده احنا يمكن احتجاجنا كان قليل واحنا اللي اتضرينا. يعني انت لو حضرتك تشوف يا استاذ عادل اغلب القرارات كانت عكسيه، ما تقدرش تصعد لا احنا ما صعد، حتى احنا تعليماتنا للعيبه ما فيش حد يصعد خلاص،
احنا يعني مش محتاجين، احنا محتاجين الماتش يلعب عشان ننهض بالرياضه هي مش مجرد ماتش ما بين لا ولا بونت ولا 3 بونت، لا هي مباراه الكره المصريه كلها. صدقني المباراه دي تجاوزت حاجات كتير جدا جدا، يعني احنا نحسبها واحنا في الملعب هناك يعني فعلا. لا طيب كابتن عمرو، رايك في التغييرات ورايك كمان في الجونين اللي دخلوا. والله طبعا هو محمود عبد الحكيم لما جاء احرز الجون في الدقيقه 58. انا بالنسبه للتغييرات انا ما اعتقد من وجهه نظري الشخصيه ان محمود الحكيم هو يجب كان يطلع، بس ما كانش وقت، ما كانش التايمر ده. كان مثلا انت عبد الحكيم جاب الجون في الدقيقه 58 تلعب في الدقيقه 64 على ما اعتقد، يعني كان قريب قوي، لسه بدري انك انت تحافظ على الجون. فانت عشان تطلع عبد الحكيم طلعه مثلا في 79 في 80 مثلا، يعني ان عبد الحكيم متعود لما يحط الكره تحت رجله بيعمل كنترول هايل على الكوره، فممكن يضيع لك ثانيتين 3 يعمل لك فاول فبيضيع لك والفكره اللي دايما كل يعني حد يتكلم مع عبد الحكيم اللي هو قدراته يلعب ربع ساعه ثلث ساعه، ما كانش باين الاجهاد ما شاء الله يعني. لا كان كويس واحمد داوود كان كويس برضه، بس يعني كان لسه بدري شويه عن حماده يحيى مثلا بشكل محمد اشرف كان موجود في السكور، ما كانش حماده يحيى، كان ممكن مثلا يعني انت حافظت على الجون، عايز تحافظ على الجون ما فيش مانع انك انت ممكن تهاجم، ايه المشكله يعني؟ بالعكس لما تيجي تهاجم انت هترجعهم تاني ورا. تمام. نزل محمد اشرف، انت نزلت احمد ياسر، ما كانش من وجهه نظر برضه يا كابتن سيد ما كانش يجب ان احمد ياسر ينزل هذه المباراه، لان المباراه دي يعني صعبه على احمد ياسر، خصوصا اللي هو لسه خارج من اصابه. فكانت على ما اعتقد كان لسه ما عندوش حساسيه المباريات. بقاله فتره بقاله مده ما لعبش المباريات الرسميه دي. تمام. يمكن طبعا كابتن سيد، يمكن احنا عايزين نتكلم اكتر عن توليك المسؤوليه حراسه مرمى النادي المصري، ويمكن طبعا فكره ان حضرتك تدرب الحراس المرمى كانت حاجه كويسه جدا. في فتره يمكن المصري كان هزايم متتاليه، وحضرتك برضو توليت مسؤوليه صعبه وفي وقت حساس. ازاي توليت المسؤوليه في الوقت دوت وما كنتش خايف؟ هو يعني من 25 سنه وانا بشتغل في الفريق الاول للنادي المصري، بس كان بيجي لي سفريات بره، كان لازم لازم اخد خطوه ان انا اسافر الخليج، والحمد لله يعني كانت مفيده جدا السفريات دي على كل المستويات. انا كنت بشتغل في المريخ وكنت مرتاح جدا، لان كنت بتعامل مع ناس بصراحه نادي المريخ، وعملت شغل كويس جدا. يعني احنا كنا قاب قوسين او ادنى من السنه اللي فاتت ان احنا نصعد للممتاز، يعني كان خلاص كنا اقرب فرقه واحسن فرقه في دوره الترقي، لكن ما كانش فيه نصيب. والموسم ده عامل معاهم الدور الاولاني الحمد لله بدون هزيمه، واحنا الاول سايبهم واحنا الاول، والامور كويسه جدا، وبتتعامل مع ناس محترمه جدا. يعني بصراحه مش يعني من رئيس النادي لكل الاعضاء ناس محترمه جدا. فوجئت ان رئيس نادي المريخ الكابتن احمد جوار بيتصل بيا بالليل بيقول الحاج ياسر طلبك وانا ما اقدرش اقول للنادي المصري لا. فانا بصراحه كده شويه وقلت له يعني انت بتحطني في موقف محرج، يعني انا الامور صعبه جدا الوقت ده، قال انا ما اقدرش اقول للمصري حتى لو هاجي على المريخ. فقلت له طيب خلاص اديني مستني يعني. ففوجئت بعد كده لقيت الحاج شريف شدوى بيكلمني بالليل الساعه 1:30 بيقول لي الحاج ياسر يحيى كلمك. قلت له لا. تاني يوم تلاقيت الحاج ياسر بيكلمني. لما هتقول ايه؟ فانا فكرت شويه كده، لا ما اقدرش، ده بيتي انا سنوات طويله في الفريق الاول والحمد لله. برضه كان ظروف زي دي. انا كنت في الامارات ماسك فريق في الممتاز نادي الامارات الاماراتي. الحاج عبد الوهاب قوطه بعت لي فسخ عقدي من هناك عشان اجي للنادي المصري، وطبعا انا ما كنتش في حل ان انا اجي لان كنت مرتاح جدا في الامارات، كنت مبسوط يعني بشتغل في نادي ممتاز، وكانت انطلاقه كويسه جدا وماشيين انا والفرقه كويس. صمم ان انا افسخ عقدي ودفع لي الشرط الجزائي ورجعت، والحمد لله لما رجعت برضه مع الكابتن محمود ابو رجيله والكابتن حسام غويبه والكابتن علي السعيد خدنا المركز الثالث، وقعدنا 23 ماتش بدون هزيمه، وده برضه حدث كبير. فانا متعود على المواقف دي، فانا ما خفتش لما النادي المصري في الظروف دي. وانا فعلا ان كفايه ان كان في ضغوط على الحراس اللي موجودين، احمد مسعود واحمد حسين وابراهيم الجرايحي، ضغوط جامده جدا، وانت عاوز العامل النفسي كمان بيبقى صعب. فانا عارف ان انا مقدر الظروف دي،
طب يا كابتن سيد، يمكن طبعا كل مدير فني بيهمه الفتره اللي هو موجود فيها، لكن انت طبعا بيهمك النادي المصري نفسه، اكيد وخصوصا في حراسه المرمى. يمكن احنا دلوقتي عندنا حارسين المرمى الموجودين اعاره سنه وست شهور. طب المستقبل والموسم الجاي بالظبط نبني حراس مرمى ازاي داخل النادي لسه المشكله قائمه. لا هي مشكله كبيره ومشكله قائمه صراحه، يعني ما اخبيش على حد ان انت الاثنين اللي بيلعبهم. علشان كده انا قلت للجماعه، قلت لاحمد حسين وقلت لابراهيم الجرايحي، عليكم ان انتوا تستفادوا من الفتره دي، لان الفتره دي اي معلومه انا هقولها لازم تستفيد منها عشان تقدر النادي المصري نادي كبير وفي ضغوط وفي جمهور. فده كان توجيهاتي للحراس الاربعه بما فيهم عواد، اي كلمه اقولها لازم تستفادوا منها، اي معلومه اي حاجه لازم تطلعوا بيها، لان الحمد لله يعني الواحد اكتر من 27 سنه في الشغل دي، ومع مدارس مختلفه ومدربين، كل مدربين منتخب مصر اشتغلت معاهم، بدايه من الكابتن محمود الجار الله يرحمه، والكابتن ابو رجيله، والكابتن محسن صالح، الكابتن انور سلامه، الدكتور محمد علي الله يرحمه. استاذ عمرو، مجموعه كبيره غير الاجانب بقى. نفس المشكله اللي احنا بنتكلم فيها، مشكله حارس المرمى زي ما انت بتقول لسه قائمه. ازاي نتجاوز المرحله دي وما نفكرش بس في الموسم اللي احنا فيه وما ندخلش الموسم الجاي وندور تاني يعني؟ بص يا كابتن عادل، انت عندك في النادي المصري 4 حراس: احمد مسعود، احمد حسين، ابراهيم الجرايحي، في ناشئ حارس ناشئ صاعد اسمه عبد الرحمن، الوافد الجديد طبعا محمد عواد، كانت مفاجاه بالنسبه لنا طبعا المباراه اللي فاتت ديت. فانت حاليا انت عندك حارس مرمى اعاره سنه من بدايه الموسم اللي هو احمد مسعود من مصر المقاصه، عندك محمد عواد جاي من الاسماعيلي 6 شهور. طب هل انت دلوقتي عندك لسه المشكله القائمه؟ لابد من بدايه الموسم حاجه من الاثنين، يا اما هتتعاقد مع حد من الاثنين، يا اما تشوف حارس من دلوقتي وتدور على حارس من دلوقتي تتعاقد معاه. تمام؟ ده الحل الامثل. لازم تتعاقد مع حارس يكون حارس مناسب، يكون يعني جدير بحراسه عارين النادي المصري. الكلام ده نتكلم فيه دلوقتي او مجلس الاداره يفكر فيه دلوقتي، ولا مستنيين انتخابات؟ يعني انا سمعت انتخابات الانتخابات في 3، هم المفروض طبعا الفتره اللي جايه يبداوا بقى يفتحوا يعني اعتقد كل دوت ما حدش هيفكر فيه دلوقتي غير لما يشوفوا مين رئيس مجلس الاداره. انا عايز بس اقول لحضرتك بس حاجه، بس هي مش اثاره بلبله ولا حاجه. انا عايز ارد بس على تصريح الحاج عامر حسين لما جه اتكلموا معاه وقالوا له يعني عدم مصافحه لعيبه الاهلي لعيبه المصري، وانت ازاي تشوف الموضوع ده والكلام ده كله. فرد عليهم قال لهم انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده، الاهلي ما اقدرش اعمل حاجه ولازم نتجاوزها. وانا بتعجب الاعلام بيتكلم على حاجه هيفه زي يعني هي مصافحه اللي يعني ده عرف في كره القدم يا كابتن عادل. في بدايه المباراه فرقتين بيسلموا على بعض. طب بما انك مطلع، راي النقاد والمحللين وبعض البرامج الرياضيه كان غريب الشكل. انت بتتعامل مع اعلام، مع احترامي يعني مش ما بعممش، بس اغلبهم كان اعلام اهلاوي. سيب انت راجل اعلامي، يعني انت راجل المفروض في عندك حته الفري شويه، حياده ايا كان الحياده. تمام. انما يجي مثلا اعلامي معروف محترم طبعا مش هقدر اذكر اسمه، يقول لك ما كانش يجب ان محمود عبد الحكيم يفرح بعد الهدف اللي جابه. الله، يعني الكحكه في ايدي دي معاك بقى. يعني ما هو لما رمضان الصبح جاب الجون في دقيقه 80، لما الجون التعادل جابوا فرحوا والكلام ده ليه يعني؟ معلش يعني هو هم نحتسب عند ربنا شهداء وكل حاجه، بس احنا برضه عندنا ناس توفت، يعني دي 53 توفت وهم ابنائنا ابناء يعني في منهم طبعا، وابناء النادي الاهلي برضه ما هم شباب برضه، يعني هم ابناء مصر في كمان مصر بعيدا عن النادي الاهلي او المصري. لا انا قلت في تصريحنا بعد المباراه، وانا اول ما نزلت حتى كابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الاهلي بيشاور لي الماتش بتاعني الماتش بتاع النادي المصري. فاحنا العرف ان احنا الكور اللي هتلعب بها بيطلب الخصم ان هو يمرن الحارس بتاعه عليها، فشاور لي من بعيد وبتاع على اساس ان انا ابعت له كور. وخدت الحراس معايا محمد عواد واحمد مسعود، ورحنا صافحنا الحراس والكابتن طارق وتمنينا التوفيق. حتى العرف ان احنا بندي كورتين مثلا، قام قال لي لا انا عاوز واحده ثالثه، بعت له الثالثه. ما في الامور كويسه جدا، ما فيش اي حاجه. ففعلا هم عندهم ما احنا بنعترف دول اولادنا فعلا كلهم، واحنا برضو عندنا اولادنا 53 واحد غير المصابين. يعني كان من ضمن ال 53 حارس مرمى النادي المصري، حارس مرمى ما شاء الله تامر الفحله الله يرحمه، ده كان تربيتي وسيبته كان هيلعب درجه اولى، والطزوي الله يرحمه، يعني ناس شباب زي الفل من بورسعيد. هو في الاخر هي دي جريمه مالهاش علاقه بالنادي. انا قلت كده كابتن عادل، لو اتكلمنا على الجريمه
في ايام رئيس المعزول مرسي كان في لجنه تقصي الحقائق الاحداث اللي حصلت عند السجن، كان برئيس اللجنه دي كان مستشار اسمه عبد العزيز شاهين. انا عايز اسال بس سؤال بس، طبعا الواقعه ده حصلت في وجود وزير الداخليه الحالي سياده اللي هو محمد ابراهيم. فين فين التقصي الحقائق ديت؟ فين اللجنه ديت؟ الوراق بتاعتها راحت فين؟ طبعا الحاجات دي كلها ما حدش يعرف عنها اي حاجه. هل اللجنه دي لسه متواجده ولا راحت فين بالظبط؟ فده طبعا سؤال انا بساله طبعا للساده المسؤولين من خلال برنامجك دوت. فين لجنه تقصي الحقائق اللي كانت المفروض تكتشف او تكشف الحقيقه باحداث السجن اللي راح فيها اكتر من 24 طبعا 53 اللي ماتوا من 26 يناير حتى 9/3 اللي هي الجلسه كانت بعد كده 9/3. ف انا بسال السؤال ده يعني فين لجنه تقصي الحقائق ديت؟ لو جينا اتكلمنا عن ماتش استاذ عادل ما حدش بيذكرهم يعني شهداء بورسعيد، ومع ان دول ميتين تعمد وكان بيختاروا من الشاب اللي وعلى نفس خلفيه احداث السنه. امال ايه طبعا وعلى خلفيتها، وكانوا بيتعمدوا ان هم ياخدوا الشباب. بقول لحضرتك تامر ده كان جون النادي المصري يعني سايبه قبل ما سافر الامارات هيلعب الفريق الاول. كان جون هايل بصراحه الله يرحمه. والتزوي الله يرحمه لاعب ممتاز. لا شباب وغيره كلهم راحوا كانوا في احداث اللي والله لا نرضى دي ولا دي يعني. بالظبط. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا كنت جاي لسه من الامارات ايام مجزره بورسعيد، كنت لسه اقسم لك بالله انا متهيألي الجو بتاع بورسعيد الجو العام كده حزين طبعا يعني بعد النادي الاهلي، بعد شهداء النادي الاهلي، اقسم لك بالله انا شايف بورسعيد حزينه الجو العام. وبعدين حتى قلت يا ريتني ما كنت جيت. هو احنا هنفضل نعيد ونزيد في الموضوع ده ان الناس ديت ابنائنا وابناء مصر وان احنا وارواح ادميه. البورسعيدي كمان ما بيحبش الدم ابدا والله. انت تشوف حتى في الايام الثوره، انا حضرت بقى لما جيت بعد الثوره، حضرت بقى كل التوابع اللي بعدها، ما كناش نحب الدم خالص. الغريب زي ما كابتن عمرو بيقول لي يعني ان هم اللعيبه ما بتصافحش بعض، يمكن 3/4 اللعيبه اللي موجوده في النادي المصري اصلا ما لهمش علاقه بالموضوع، مش موجودين. يا استاذ عادل ده في 2 من لعيبه النادي الاهلي كانوا بيلعبوا ماتش النادي الاهلي. تمام. سعد سمير ومؤمن كانوا بيلعبوا في الماتش بتاع 3-1 دول. وعندنا واحد عندهم احمد رؤوف برضه. معانا مداخله تليفونيه، معانا مين؟ كابتن محمد عياد. كابتن محمد عياد اهلا بحضرتك. عواد، كابتن محمد عواد طبعا. كابتن محمد عواد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. يمكن طبعا شفنا مع بعض ماتش واداء رائع جدا لاول ظهور ليك مع النادي المصري، يعني كلنا بنهنيك عليه، وكابتن سيد الناغي طبعا قاعد بيشكر فيك من اول ما جه. طبعا انا عايز تحياتي طبعا لحضرتك وللكابتن سيد طبعا. عايز بس اشكر الكابتن سيد اللي هو عمله معايا الفتره اللي فاتت. تقريبا جيت في وقت قصير، ما كملتش اسبوع تقريبا معاهم في التمرين. كابتن سيد طبعا مدربين محترمين طبعا، غني عن التعريف اللي انا اتكلم عليه خالص. طبعا قدر اللي هو يخرجني يجهزني نفسيا واللي هو يعديني للماتش. اتكلم معايا بالماتش اللي انا ان شاء الله اللي انا واثق فيك، وان شاء الله انت جاهز ان انت تشيل الفرقه الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. والحمد لله قدرت ان انا يعني اقدم مستوى كويس. بالنسبه اللي انا بقالي 6 شهور ما بلعبش، بقالي فتره طويله ما بلعبش، وجيت لعبت ماتش زي ماتش الاهلي، فالحمد لله يعني انا راضي عن نفسي الفتره اللي فاتت. وطبعا لو قعدت اتكلم مع الكابتن سيد طبعا مش هديله حقه. وعايز اشكر طبعا الحاج ياسر يحيى رئيس النادي، لان الراجل طبعا كان واثق فيا جدا، وكان طبعا على طول بيكلمني. فالحمد لله قدرت ان انا اكون قد الثقه دي، وقدرت ان اعمل حاجه في الماتش ده لجمهور النادي المصري. كابتن عواد، احنا عايزين نتوقف عن اللحظه اللي قبل المباراه، ويمكن طبعا بقالك فتره كبيره فعلا نفسك تلعب او تشارك. احساسك ان انت لاول مره هتلعب قدام النادي الاهلي، ويمكن طبعا فريق كبير، وهل كان الخوف مسيطر عليك؟ كابتن سيد تعامل معاك ازاي بحيث انك تتعدى مرحله الخوف؟ حلو السؤال ده. لا طبعا هو ما فيش خوف طبعا. انا لعبت موسم كامل السنه اللي فاتت مع النادي الاسماعيلي، واتكلم معايا يعني الراجل كان واثق فيا جدا فوق ما تتخيل. كان بيتكلم معايا وهو كان من اشد الناس اللي هو يديني الماتش ده، ما كانش قلقان خالص. فالحمد لله قدرت لو كنت الثقه دي. طبعا ماتش الاهلي زي ما اي ماتش بالنسبه لي، مفيش فرق خالص. طبعا بتلعب نادي كبير زي النادي الاهلي، كان فيه بس هو حساسيه شويه من الماتش، هي دي اللي كان الواحد كان مركز بس زياده عن اللزوم شويه. بس انا شايف ماتش الاهلي زي اي ماتش بالنسبه لي. الحمد لله قدرت ان انا اديت صوره كويسه، وقدرت نطلع بنتيجه كويسه ضد جمهور النادي المصري.
كابتن عواد، يمكن لسه كنت بكلم مع كابتن سيد عن الكرة اللي انت طلعت خدتها بايد واحده دي. يمكن طبعا كانت كرة خطيره جدا، لكن ما شاء الله بمنتهى الثقه والثبات قدرت ان انت تحصل على الكرة. هو بس هو موقف في الماتش. طبعا الكابتن سيد اتكلمنا في الكرة دي، اللي هو يعني حصل كلام كتير على الكرة، يعني شايف الناس مديها اكبر من حجمها، بس هو موقف في الماتش حصل لي، فما كانش ينفع ان انا العب بوكس او امسك بيد الاثنين، لان انا خلاص تقريبا كده كنت بره الجون. فهي موقف اللعبه كان لازم امسكها بيد واحده او كان اضرب بالبوكس. فانا شفت الخيار اللي هو كان افضل ان انا امسك بيد واحده، اللي انا كان الدنيا زحمه في ال 18 وكنا مضغوطين بصفه مستمره في التوقيت ده. يعني الحمد لله كان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله قدرت ان انا امسك الكوره. الناس بتتكلم عليها شكلها كان كويس وبتاع، بس انا شايف اللي هو موقف في الملعب، وقدرت اتعامل معاه بصوره كويسه والحمد لله. الحمد لله. بالتوفيق دايما. كابتن سيد عايز يكلمك. اتفضل. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ ازاي صحتك؟ تمام الحمد لله يا كابتن. تمام كويس، كل الامور انا كويسه. مش عارف اقول لك ايه والله، يعني لو اتكلمت في الاخر يعني هقول لك ايه اللي مسهرك، ايه اللي مصحيك. اتمرن تمرين جامد النهارده، الله يخليك يا محمد، ده حقك، وانا طبعا بثق فيك جدا، وفعلا انا خدت قرار صعب جدا، يعني صعب حتى الناس لحد دلوقتي متصعباه بعد ما خلص كمان، مصعبينه لانه قرار فعلا صعب. لا انا والله كنت متاكد ان انا مش بصوره كويسه الفتره اللي فاتت، فده كان قرار يعني جريء من حضرتك ربنا يخليك يا عواد. اللي انت لعبتني في ظل الظروف دي، ومسعد شغال كويس بصوره كويسه. فالحمد لله قدرت اكون عند حسن ميزان حضرتك وان شاء الله. لا هو انا بس بدي لك نصيحه دلوقتي، زي ما انا قلت لك في التمرين النهارده، خلاص الكره بقت في ملعبك. مش انت قلت لي انت وفرت عليا 20 سنه، لا انا بقول لك انت بايدك بقى تعدي كمان 20 سنه كمان ان شاء الله. فان شاء الله يعني نبص لقدام، وانت عندك كل الامكانيات ان تاهلك ان انت تبقى حارس مرمى مصر مع احمد الشناوي، وربنا يكرمكم ان شاء الله انتوا الاثنين. ان شاء الله كابتن، مجهودك معايا ومجهود زمايلي ان شاء الله في التمرين، ان شاء الله الحقيقه نفرح بيها جمهور مصر الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عواد، كابتن عمرو عمار عايز يمس عليك. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا محمد؟ تمام لا. انا اولا ببارك لك الاول على الاداء والمستوى الرائع اللي ظهرت بيه اثناء مباراه الاهلي. الحمد لله، ده فضل من ربنا طبعا ومجهود زمايلي الفتره اللي فاتت. يمكن انا كلمتك في التليفون بصراحه، فاكر انت؟ قلت لك في التليفون، يمكن انا كلمتك في التليفون وقلت لك انا فوجئت انك انت موجود في التشكيل. الحمد لله طبعا. والله انا اتفاجئت زي اي حد، يعني الكلام انت كمان اتفاجئت بعد الغداء قبل الماتش على طول، فجابني قعد معايا يتكلم معايا. قال لي طبعا انا مش هتكلم معاك في الماتش، ان انت جون كبير، وقعد يتكلم معايا الماتش، حميت الماتش، واللي انت قادر تشيل الفرقه الفتره دي، واحنا واثقين فيك والجهاز الفني واثق فيك، وانا بثق فيك ثقه كبيره جدا، والحمد لله يعني قدرت ان انا ابقى قد الثقه دي، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ابقى قد الثقه دي باذن كابتن سيد. مبروك يا حبيبي، واتمنى لك كل التوفيق يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك. بالتوفيق. شكرا لكابتن محمد عواد. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا ليك، ويمكن نرجع مره ثانيه. بس السير نقطه برضو مش عاجبانا برضو، انا مش عارف اذا كانت سلبيه ولا ايجابيه بالنسبه للحاج عامر حسين، هو رئيس لجنه المسابقات. انا كان نفسي بس ياخد دلوقتي النادي الاهلي هيبدا يرفع مذكره ضد الحكم الساحه كابتن محمود البنا، انا ما اعرفش يرفع مذكره. طب بالمناسبه بقى، يعني بما انهم عايزين يرفعوا مذكره، احنا عايزين نتكلم عن الاخطاء التحكيميه بشكل عام، ان كان لينا ولا علينا. كان لينا ولا علينا؟ بالعكس، وانا كان في فاولات لينا احنا ما اتحسبتش، وكان في تعمد ايذاء من اللي مش عايزين نتكلم في مصر، يعني جمهور النادي الاهلي بيقول ان الجون اللي دخل كان فاول على رؤوف. طب يعني لو في الهدف ايه دلوقتي ممكن احنا نحلله، مشتركه عاديه بس هو الكره عاديه، انا شايف ان الكره عاديه جدا. طب امال ليه ما كان حسام غالي لمحمد عاشور الادم؟ ليه ما اتكلموش على ايذاء حسام غالي لعمرو موسى في نص لما دخل بركبته، ده بيخش بركبته وبكوعه بكل حاجه. محمد الحكيم برضه ما سلمش من الاذى بتاعه، فكان في ايذاء. حسين السيد عمل، احنا مش عايزين نتكلم في الكلام ده طبعا، انما بقى انا بتكلم ان هو بعد اذن الكابتن سيد، انا كان نفسي اشوف بس الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام، انا كان نفسي يعلق على
كميه الاعتراضات اللي عملوها لعيبه الاهلي والجهاز الفني تمام. ما اتكلمش عليها هو ليه؟ تمام. ده ليه النقاد والاعلاميين ما اتكلموش دي في حد ذاتها انذارات يعني. خدت بالك؟ لا بالعكس، كان كل الاعلاميين بعد المباراه، مش كله عشان برضه ما نعممش الدنيا، اغلبهم كان بيتكلم حته المصري في سلبياته ان هو فرح بالجون. لا المصري كان بيتعمد، فين التعمد المصري كان بيتعمد؟ بالعكس لما يكون في لعيب في الاهلي كان بيقع، وكان طبعا كابتن ساي عارف الكلام ده، كنا احنا بنطلع الكوره كانت واضحه جدا لما كان الكوره اللي جه منها الهدف دي الاخلاق الرياضيه المتبعه طبعا. لا كنا بنعملها على طول. المصري كان بيتشاور كله يطلع الكوره، ما كانش يطلع الكوره. انت لو تشوف لقطه الهدف في حوالي 5 لعيبه من عندنا ايديهم مرفوعه متجهه لنص الملعب للعيب، كان في عادل جمعه واقع بيتقلب، ايديهم كلهم بيشاوروا للعيب بتاع النادي الاهلي، يعني في لعيبه اهو طبعا كل الملعب شايفينه لانه هو قاعد لوحده في نص الملعب، مفيش ولا وراح وعملوا الاوفر واتلعبت وجت جون. برضه مش عاوزين يعني والله ما عاوز اتكلم في السلبيات لان كان فيها كتير قوي عشان ما صدقنا ان الامور تمشي، فمش عاوز يعني. من خلال برنامج المصرويه كابتن عادل انا بشكر جدا سياده الوزير السابق الكابتن طاهر ابو زيد على حضوره، وبصراحه ضرب كل التوقعات بعرض الحائط حضوره ونزوله، حتى انا مش عارف ما هي موجه من الانتقادات ليه بقى. بقول لك انا ليه. اولا الكابتن طاهر ابو زيد يا كابتن عادل اي نعم نجم النادي الاهلي، بس قبل ما يكون نجم النادي الاهلي هو رمز الكره المصريه. الراجل ده حقق بطولات للمنتخب مصر ايام ما كان في الناشئين، لعب كاس عالم، صعد كاس عالم 90 طبعا، زي ما حقق بطولات افريقيه للنادي الاهلي، ده طبعا حاجات دوليه. ولكن هو وكان وزير سابق وزير الرياضه السابق، ايه المانع وفي ايه يعني؟ الراجل دوت حضر في مقابل ان مجلس اداره النادي الاهلي ما حضرتش. الراجل ده من بدايه الاحداث وبقول لك بورسعيد مظلومه يا جماعه، بورسعيد ما عملتش حاجه. انتوا مستكترين ان مثلا واحد زي مثلا طاهر ابو زيد يجي يتكلم يقول لك بورسعيد ما عملتش حاجه. هو يمكن تصريحات مجلس اداره النادي الاهلي قال لك يعني بصفته ايه؟ لا اولا تاني حاجه ان هو بيكلم جمهور النادي الاهلي واهل الضحايا ان الماتش لازم يتلعب، وان احنا ما ينفعش ان احنا نوقف الكره المصريه، بس احنا كان لازم ماتش يتلعب، كان لازم ماتش يتلعب. بس هو من الواضح ان هم خايفين ياخدوا اي قرار في مبادره صلح، او يحسوا ان في تطبيع الامور ما بين الجماهير او الناديين، خايفين ده. بص يا كابتن عادل، بالنسبه لموضوع الصلح دوت انا اتكلمت مع الحاج ياسر رئيس النادي المصري، وكان في لقاء بينه وبينه، فالراجل اتكلم قال لك انا عملت كل سبل المبادرات عشان خاطر نبدا نعمل مبادره صلح مع اداره النادي الاهلي، ولكن او على حد كلامه قال لك انا متاكد ان هم مضغوطين ضغوط نفسيه من عوامل احنا كلنا عارفين ايه هي العوامل، فعشان كده بقول لك انا مش هقدر اعمل اكتر من كده. ده كان تصريح نقدر نفهم من الماتش ده ومن خلفيات الماتش ده ان مفيش مبادره صلح هتتم على الاقل لغايه بعد الحكم في القضيه. طبعا هو لحد ما كل واحد ياخد حقه. هم طبعا الكابتن طاهر ابو زيد عارف يعني بقطع، لان راجل وزير سابق وعارف مدى الاحداث ديت، لان عاوز اقول لحضرتك يا استاذ عادل الموضوع ده كان ممكن يحصل في المحله، كان ممكن يحصل في استاد القاهره بعده وفشل. يعني احنا بس مكان هنقول مكان المجزره، احنا مكان، لكن مش احنا سبب. دي عمليه صعبه جدا على البورسعيديه او على اي حد مصري، يعني صعبه مش ممكن تتعمل كده. عمليه منظمه، هو المكان، بس المكان بورسعيد، لكن كان ممكن قبلها باسبوعين تحصل في المحله والاهلي، وكانت هتحصل لما ربنا اكرمه مدير الامن والناس والداخليه وعملت ولحقت. كان ممكن تحصل تاني بعدها الزمالك والاسماعيلي، كانت هتحصل، وقالوا يعني في ناس كتير قالت ان الحدث ده كان هيحصل. فاحنا احنا المكان، وشوف ساعتك احنا مدى الضريبه اللي بندفعها لحد دلوقتي من الموضوع. هو الغريب ان احنا ناخد الموضوع بشكل عنصري يعني. كابتن عادل الموضوع ده بيفكرني يمكن مثل طريف جدا، عارف الافلام اللي هي الابيض واسود، لما يكون مثلا بطل الفيلم داخل البيت ويلاقي صديقه مثلا مرمي والسكينه موجوده في واحد يوم يمسك السكينه خلاص، ويجي يخش مثلا الشرطه تبص وبصمته على السكينه انت اللي قتلته، تمام، وهو ما قتلوش اصلا. هي نفس الحكايه، يعني احنا مش عايزين اي ضحيه تانية، يعني مش عايزين ان احنا نقول القصاص من اللي قتل بحي وحي، مش القصاص من اي واحد وخلاص وتبقى صوره بس. كل شعب مصر عاوز كده، كل الشعب المصري عاوز كده، سواء اهلاوي من مصري بورسعيد، كلنا عاوزين كده. نفسهم العدل اهم حاجه، العدل والقانون اهم حاجه. يعني المتهمين الحاليين في القضيه، يعني هل هم دول فعلا اللي قتلوا ولا زي ما احنا عارفين القضاء والله المتهم بريء حتى في ناس مالهاش في الكوره موجوده معاهم
في شباب صغير كده يعني. انا في ابن صديق ليا ملوش في الكوره خالص، نهائي بس الاقدار مشيته، وهو ما يعرفش اذا كان في حادثه ولا لا، ما يعرفش. احنا عايزين برضو نقول ان الفتره اللي اتقبض عليها على المتهمين فيها كانت فتره برضو لسه كان فيها انفلات امني، وكان لسه داخليه مش متواجده بشكل كبير، انفلات جامد جدا، فبالتالي ما نقدرش نحكم على دي وعلى التحريات اللي اتقبض عليهم بسببها. في واحد من ضمنهم حضر شوط واحد بس، وبعد كده حضر فرح اخته ولسه مقبوض عليه. بالظبط. في واحد كان راح يجيب بين علاج او مش اللي راح يجيب عيش، اللي راح يجيب عيش اللي بيقتل. في شباب صغير 15 سنه من كام سنه، 3 سنين بعد 18 سنه دلوقتي طلبه في الثانويه، واحد مستقبلهم. يعني في الوقت اللي حصل فيه ده دي كانت مسكنات، كانت لا عشان بس يهدوا الناس، لكن في الوقت الحالي احنا لازم ندور، واحنا كلنا كمصريين كان جماهير النادي المصري او الاهلي ندور فعلا مين اللي قتل. اول ناس هي دي جريمه، اول ناس بتطلب كده البورسعيديه، اول ناس بتطلب العدل البورسعيدي، يعني ما حدش بيختلف على كده. احنا كلنا دلوقتي متاكدين ان الحدث ده حدث سياسي وليس رياضي. تمام. بحت. وانا طبعا انا بسال طبعا السبق بكده واتكلمت مع حضرتك، بسال سياده اللي هو محمد ابراهيم وزير الداخليه من الفعل الحقيقي في الاحداث ديت. طيب احنا دلوقتي معانا كابتن عمرو بالنادي المصري. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا. ازيك يا يمكن طبعا اداء رائع واكثر من رائع قام به الفريق المصري امام النادي الاهلي. عايزين نتكلم عن كواليس وازاي قدرت حضرتك ان انت تجهز اللعيبه نفسيا، مش هنقول بدنيا ولا فنيا، ان هم يخوضوا هذا الماتش او هذه المباراه. والله طبعا انا برحب بالضيوف بتاعتك. انا مش عارف بقى مين في الاستوديو. كابتن عمرو عمار وكابتن سيد الناغي. الاستاذ عمرو عمار الناس المحترمين جدا، وكابتن سيد الناغي طبعا برحب بيهم. طبعا الاستعدادات اكيد يعني كابتن سيد يعني اكيد في الاستوديو، واكيد هيشرح برضو الوضع اللي كان حاصل في الفرقه. يعني احنا الحمد لله اشتغلنا شغل كويس في الفتره اللي فاتت بعد مباراه انبي، من اول ما مسكنا مباراه انبي لغايه مرحله مباراه النادي الاهلي. وانت عارف ان كانت المباراه بتاعه النادي الاهلي كانت يعني فيها جزء من الحساسيه شويه، لانها مباراه قمه يعتبر ما بين ناديين كبار، جمهور النادي الاهلي وجمهور بورسعيد. الحمد لله قدرنا نشتغل نفسيا مع اللعيبه بشكل محترم. قدرنا نقعد مع اللعيبه، عملنا كذا اجتماع. مستر ماكيدا طبعا اشتغل كويس شغل الفتره اللي مسكها بشكل كويس جدا، ويمكن ده باين على اللعيبه حتى في اللياقه البدنيه، في الشغل التكتيك اللي موجود. واعتقد ان طبعا حراسه المرمى ويمكن ظاهر طبعا عن طريق الكابتن سيد الناغي. كلكم يمكن كل بورسعيد يعني شايفه الوضع بتاع طبعا عواد وطبعا احمد مسعود في الفتره اللي فاتت. طبعا الحمد لله يعني الجهاز كله بيشتغل، وكله الهدف الوحيد بالنسبه ان احنا نطلع النادي المصري من الفتره السلبيه اللي كانت فيها، اللي هي الخسارات 4 خسارات. تمام. كابتن عمرو يمكن طبعا كل اللي متابع كره مصريه كابتن عمرو يمكن طبعا كل اللي متابع مباريات النادي المصري بنشوف اداء اللاعبين مرتبط بروحهم داخل الملعب. يا ترى الماتش اللي فات، يعني الماتش اللي فات كانت الروح الى حد ما كانش فيه روح قتاليه. ماتش الاهلي كانت الروح القتاليه عاليه. طبعا ماتش العوده ماتش انبي يمكن طبعا كانت روح قويه. ازاي نحافظ على روح القتاليه داخل الملعب عند اللعيبه؟ والله بص، انا قلت يعني هو النادي المصري ينقصه حاجه واحده بس، هو حته الالتزام والانضباط. فان وجدت الحالتين دول اكيد كل حاجه هتبقى كويسه. فاحنا بنحاول يعني بقدر الامكان ان احنا نوجد الشيء دوت، ولو يعني اتوجد منه نسب قليله، بس احنا بنحاول نشتغل على النقط ديت. اود ان احنا يعني نفسي بجد فعلا اشوف النادي المصري دوت يعني في التزام وانضباط، زي ما انا كنت شغال مع المنتخب، منتخبات الناشئين والشباب يعني نفسي النقطه ديت، ولو ان ده يحتاج مني شغل كبير، ولكن انا بشتغل على قدر الاستطاعه. وطبعا الجهاز الكامل طبعا شغال على مستوى عالي بالنسبه للفنيات والكلام ده. طبعا احنا شغل اداري مش شغل فني، يعني بنحاول نظبط الكلام طبعا مع اعضاء مجلس الاداره والاستاذ ياسر يحيى والناس الاعضاء مجلس الاداره كلهم محترمين. يعني بنحاول يعني نجدد شويه في حته المنظومه، نحاول نوجد حاجه ما كانتش موجوده. يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه نقدر يعني نرسخ الوضع دوت، وان هو ده يبقى النظام فيما بعد على طول ان شاء الله. تمام. يمكن احنا سمعنا المره اللي فاتت بعد ماتش الشرطه يمكن كان في عقوبه 10000 جنيه
هل العقوبه فعلا فعلت، وهل فعلا ده هيبقى حافز او طبعا حاجه تخلي اللعيبه ان هم يحافظوا على مستواهم والاداء الفني؟ بص حضرتك، احنا يعني سواء يعني هو مبدأ الثواب والعقاب دوت لازم، ما انا بقول لحضرتك ايه، لعيب الكوره دايما بيبقى فيه ثواب وعقاب بالنسبه للائحه. فاحنا طبعا كل حاجه ما يعني في صالح اللعيب، احنا جايين مش ضد اللعيب، احنا بنحاول ان احنا نوجد حاله من الانضباط. والله يعني لعيب كوره طبعا انت عارف ان هو راجل محترف وماضي عقد ما بينه وما بين النادي. تمام. وطبعا العقد اللي هو ماضيه ما بين النادي فيه التزامات للنادي المفروض ان هو يوفيها. احنا وجودنا في المكان بتاعنا دوت يعني عشان يرسخ الوضع دوت، احنا بنحاول نبقى حلقه الوصل ما بين اللعيب ومجلس الاداره في نظامه والتزامه جوه الملعب وخارج الملعب. فاحنا بنحاول نوجد الحاله ديت اللي هي ما كانتش موجوده قبل كده. فطبعا يعني بالنسبه لحته العقوبات والكلام ده بالنسبه للائحه كل حاجه تتطبق، مفيش حاجه طبعا ما اعتقدش ان احنا بنقول عليها بنرجع فيها يعني. تمام. الحمد لله يعني. الحمد لله. كابتن عمرو، اخيرا اخر سؤال، يمكن طبعا في دلوقتي كلام عن اسامه عزب وسعيد قطه ان هم مشوا، هل الكلام صحيح ولا لا؟ والله هو لغايه دلوقتي يعني احنا يعني كل الكلام ده بنسمعه عن طريق المواقع، لسه ما فيش تاكيد من اعضاء مجلس الاداره. ولكن يعني هو يعني الطريق يعني اعتقد ان النادي المصري عمره ما بيقف على لعيب. تمام. طبعا لعيبه سوء احتراف سواء هنا ولا هنا، ولكن احنا بقول لحضرتك اهم حاجه عندنا حته الالتزام والانضباط بالنسبه للمواضيع كلها يعني. تمام. استاذ عمرو عمار هيسالك سؤال. كابتن عمرو ازاي حضرتك؟ السلام عليكم، ازيك يا عمرو؟ كابتن عمرو طبعا عمر الجهاز الفني بقياده طبعا مكيده الاسباني 3 مباريات انبي والشرطه واخيرا كان الاهلي. لو جينا اتكلمنا عن مباراه انبي كان فيها اداء وروح ولد نتيجه طيبه جدا. تمام. احنا عايزين نشوف التوليفه ديت في المباريات القادمه باذن الله. اعتقد ان احنا كلنا بنتمنى كل الكلام ده يا عمرو، يعني احنا كلنا بنشتغل، يمكن انت بتيجي وبتحضر التمرين وشايف يعني كله والله فعلا بيتفانى، ويمكن جنبك يعني جندي برضو من الجنود اللي يمكن ما بتذكرش، يعني كابتن سيد النغي ده يعتبر حاجه عظيمه بالنسبه للنادي وحاجه محترمه جدا. اعتقد ان هو بيشتغل شغل كبير جدا على السن بتاعه وعلى يعني حاجه قيمه كبيره، ربنا يعني يبارك لنا فيها يا رب. امين يا رب. فاعتقد يعني ان كل انت بتيجي وبتشوف مستر ماكيدا بيشتغل شغل كبير، ومستر انطونيو وكابتن مجدي الشناوي وكل الجهاز والله فعلا بيشتغل شغل محترم. 20 يوم يا رب تقريبا. ان احنا نجني بعديه يعني ثمار التعب دوت يعني. تمام. شكرا ليك كابتن عمرو. شكرا لحضرتك. كابتن عمرو شكرا. سلام يا كابتن. احنا الوقت يجري بسرعه، يمكن طبعا موضوع سخن وهام جدا، ونتمنى ان هو يكون يعني المباراه اللي فاتت حاجه فارقه في الكره المصريه كلها، ويمكن طبعا في ماتش عوده يعني هنتقابل تاني، بس ان شاء الله بروح احسن من خلاص اتكسرت خلاص. باذن الله بروح احلى من كده ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه اخيره بقى نوجهها للجمهورين، المره دي بقى مش هنكلم جمهور النادي المصري بس، جمهور النادي المصري والنادي الاهلي، ورؤيتك للماتشات القادمه للنادي المصري. هو طبعا النادي المصري طبعا الخميس المقبل باذن الله هيقابل الاتحاد السكندري في بطوله كاس مصر، ده طبعا في الدور ال 32. نادي الاتحاد يعتبر في الوقت الحالي شبه انتعاشه شويه بقياده الكابتن حسام حسن. يمكن طبعا اتعاقدوا في الفتره الاخيره مع حسام حسن لاعب وسط المصري السابق، فما اعتقدش انه يلحق بالمباراه ديت. فانا بتمنى ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي المصري في كاس مصر، خصوصا طبعا لسه شايفين امبارح نجوم المستقبل مع الزمالك، نجوم المستقبل عملت ايه مع الزمالك، يعني بالبلد كده بهدلت الزمالك. فدايما مباريات الكاس معودانا دايما على المفاجات، فبتمنى ان شاء الله التوفيق النادي المصري في يوم الخميس ان شاء الله ضمن الاتحاد، ونصعد للدور ال 16 ان شاء الله باذن الله. كابتن سيد، كلمه اخيره لجمهور النادي المصري. يعني بالنسبه لجمهور بورسعيد طبعا احنا بالنسبه لنا النادي المصري ده حاجه كبيره جدا، يعني هو الملاذ والماء وكل حاجه النادي المصري بالنسبه لنا. بس انا بطلب من جمهور النادي يعني عاوزين شويه صبر شويه، وهم اكيد هم متابعين شغلنا ومتابعين الموقف اللي فيه النادي، فانا بقول لهم اصبروا وان شاء الله يبقى عندكم فريق كويس. وكمان بقول لهم يعني انا اعرف انا عايش في بورسعيد طول حياتي، اعرف ان هم مدى الطيبه بتاعه الشعب البورسعيدي. وكان يقعد معايا كابتن الله يرحمه الكابتن الجوهري والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كان
يعني يقولوا قصايد على جمهور بورسعيد. شعب مضياف مش ممكن يعني الكابتن عبد العزيز عبد الشافي يقول له كنا بنتمنى ان احنا ايه وبنبقى شايلين هم الماتش لان جايين مش هنعرف هنكسب ولا لا، بس كنا بنحب نيجي بورسعيد. وكابتن عبد العزيز قامه كبيره يعني، وانسان على خلق وابن من ابناء النادي الاهلي. يعني كان على طول يثني على جمهور بورسعيد، وطبعا عاشرونا وشافوا قد ايه جمهور بورسعيد. انا حضرت مع الكابتن جاري، الناس كانت بتدفع فلوس عشان ييجوا التمرين وعشان يخلص لعيبه وعشان يعمل فرقه. لا الجمهور البورسعيدي حاجه كبيره جدا بصراحه، وشباب بورسعيد حاجه جميله. انا بس عايز اقول كلمه اخيره على اذن الكابتن سيد. انا ببارك لنادي المريخ لصعوده الدور 32 لكاس مصر، وطبعا هيقابل يوم الاحد ان شاء الله مقاولين العرب مع مدرب المخضرم، انا اقول مدرب الصاعد الواعد الكابتن محمد ياسين، مدرب شاب. بتمنى يا رب كل التوفيق نادي المريخ ان شاء الله عشان كمان دور 16 ان شاء الله. قبل ما نختم، انت عملت موقع خاص ببورسعيد سريعا كده. هو انا رئيس تحريرها مش يعني هو حديث بورسعيد. ده طبعا موقع اخباري ملم بكل احداث بورسعيد كلها، سواء اذا كان الشارع بورسعيد عموما والرياضه طبعا. يا ريت بقى كده لما ندخل نلاقي الاخبار كلها. عاوز اشكر كمان نادي المريخ طبعا على اللي عملوه. انا بدات برضه بنادي المريخ في الحلقه، لكن انا بتوجه لهم بالشكر بصراحه. كفايه ان هم يعني ناس محترمه جدا جدا. موجود احمد جوهر وانا بقى طبعا كل القائمين وبدعيهم ان شاء الله، بدعي لهم ان شاء الله مع الكابتن محمد ياسين بالصعود للممتاز ان شاء الله. في نهايه والكابتن ولاء والكابتن سمير وابو النور والكابتن يحيى حرب. ربنا في نهايه الحلقه بشكر حضرتك، بشكر كابتن سيد الناغي مدرب حراس المرمى بالفريق الاول بالنادي المصري، وبشكر استاذ عمرو عمار الصحفي والناقد الرياضي ببورسعيد. وعايزين نقول لكم يمكن طبعا وفاء لذكرى شهداء احداث سجن بورسعيد يوم 26/11 ان شاء الله هتبقى 26/1 اسف 26/1. الحلقه الجايه لا الحلقه اللي بعدها هنعمل حلقه خاصه عن الموضوع دوت ونتكلم عنه بشكل كبير. بنقول لكم قبلها عشان خاطر تبقوا عاملين حسابكم تتفرجوا على الموضوع المهم دوت. لكن طبعا احنا على ميعادنا الحلقه الجايه ان شاء الله. الحلقه الجايه يوم الاثنين ميعادنا الساعه 9. هنفتح ملفات كتير في النادي المصري في برنامج المصراويه، استنونا. ابطال رفع